بسيط نجم حط معلقة في جسم سبونج بوب عشان يقدر ياكل الأطفال في نفس الوقت، وفجأة طلعت ريحة مش حلوة، فسبونج بوب جاب معلقة التقليب بسرعة، وبسيط استخدم أذرعه عشان يرفع الأطفال، وفي الآخر نظفوا الحفاضات بالمكنسة الكهربائية. النهاردة سبونج بوب وبسيط بيخططوا يبدأوا مشروع رعاية أطفال، وشفيق كان مش متفائل وشايف إنهم مش هيجيلهم زباين. في اللحظة دي ظهرت ست وطلبت شغلهم، وسابت طفلها في رعايتهم عشان وراها مشوار. لبسوا طواقي الشغل وبدأوا العمل، وبسيط كان كله نشاط لكنه استهان بقوة الطفل. الأطفال ما كانوش مبطلين عياط، فبسيط عمل حركات بوشه تضحكهم بس ما جابتش نتيجة، فبدأوا ياكلوهم. وفجأة شموا ريحة مش حلوة تاني، فاستخدموا معلقة تقليب كبيرة والمكنسة عشان يغيروا للأطفال، وحطوا ليهم حفاضات جديدة ونظيفة. لما الأم رجعت ولقيتهم اعتنوا بيهم كويس، دفعت ليهم مبلغ محترم ومكافأة حلوة. بعد كده خرجوا يدوروا على زباين تانيين، فجت ليهم ست عجوزة ومشيت بسرعة قبل ما يفهموا حاجة. سبونج بوب دخل البيت يدور على الطفل، ولمح كرسي متحرك وقال: أنا لقيت الطفل. بسيط قال: ده أغرب طفل شفته. فسبونج بوب رد: كل الأطفال جمال، وتعال نسميها طفلة الكراسية. صوتهم صح الست، وافتكرت إن سبونج بوب نيتها وحشة، فبدأت تطلب المساعدة بصوت عالي. سبونج بوب حط التيتينة في بقها بس هي رمتها، وبسيط حاول ياكلها أكل أخضر فرمته في بقه وأكله. بعد كده بسيط طلع مكعبات يلعب معاها، فتقفل على سبونج بوب جوه بيت المكعبات، واضطر يزقها بقوة عشان يخرج. في الوقت ده كانت الطفلة راحت عند الباب وبتحاول تفتحه بلسانها، فسبونج بوب حصلها وثبتها في عربية الأطفال. لما سبونج بوب نزل يجهز الحمام، الطفلة هربت من ورا بسيط. سبونج بوب دخل الحمام ولقى الدواليب مليانة أدوية وطقم أسنان ومراهم، ومن كارت المعايدة فهم الحقيقة: دي مش طفلة خالص، دي ست عندها 137 سنة. الست العجوزة عملت صوت زي الكلب عشان تخدع بسيط، ففتح الباب وهربت بره. سبونج بوب قال لبسيط الحقيقة، وبدأوا يدوروا عليها في كل مكان لحد ما وصلوا لنادي المسنين، وهناك العواجيز بلوا فوطة بريقهم ومسحوا وش سبونج بوب فزعل جدا. في الوقت نفسه الست العجوزة كانت مقضية وقت ممتع بره، وبتجرب الملاكمة والقفز بالمظلات بحماس. سبونج بوب ماشي ورا الصوت ولقاها مسيطرة على حلبة الملاكمة تماما. أول ما لمحتهم افتكرت اللي عملوه واشتاطت غضبا، وراحت مخبطة فيهم ومطيراهم فوق شجرة مرجانية. وبعد ما طلعت كل طاقتها، الجدة سمكة نامت في مكانها، فسبونج بوب رجعها فورا لكرسيها المتحرك وأخدوها على بيتها.